بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير البنات. اليوم في مطبخ نيلية حبيت نشارك معاكم وصفة المشلوش القسنطيني بجميع أسرار نجاحه باه يجيكم خفيف وطري، وأيضا راح نعطي لكم المقدار المضبوط تاع العقدة هكذاك باش كامل كي تجربوا هذه الوصفة تنجحوا فيها وما يجيكمش ناشف ويجي مشرب ومعسل وخفيف. بلا ما نطول عليكم الفيديو روحوا نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، وما تنسوش البنات اعجاب للفيديو، اشتراك في القناة، واللي أول مرة تزور قناتي نقول لك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. كنت البارح شاركت معكم عجينة الرقاق أو المسمن. أنا هذه العجينة معتمدتها من عدة سنوات، نخدم بها المسمن، المحاجب، الشخشوخة، وأيضا المشلوش. تجي بسم الله ما شاء الله. كنت خدمتها معكم البارح في الأشوار غير بزوج كيسان تاع سميد وزوج كيسان تاع فرينة، جات كمية الله يبارك، بلا ما تدلكي بلا ما تعجني وتجي طرية من أروع ما يكون. وانا متاكده اذا جربتوا هذه العجينه راح تولي هذه العجينه المعتمده عندكم في المسمن، في الشخشوخه، في المشلوش، في المحاجب، تجي روعه روعه روعه. كنت البارح شاركت معاكم هذا الفيديو بالتفصيل الممل، وايضا اعطيت لكم سر النجاح تاع العجينه، وايضا مهما يكون السميد تاعك راح تجيك هذه العجينه ناجحه وطريه ومستحيل راح تتقطع معك، خاصه المبتدئات. والله اللي تتقطع معاهم العجينه تاع المحاجب او المسمن. نقول لك جربي هذه الوصفه وعينيك مغمضين. تلقاوه الفيديو تحت هذا الفيديو مباشره، والله خلوا لي في التعليقات راح نخلي لكم الرابط في اول تعليق. هنايا بعد ما كورت العجينه تاعي كما راكم تشاهدوا راح نغطيها بكيس بلاستيكي ونجو هنايا نشكلوا العجينه تاعنا. انا كنت عطيت لكم البارح الفيديو بالتفصيل الممل كيفاش تحلوا العجينه تاعكم. راح نزيد نعطيكم هنايا ايضا مقتطفات. هنا كما راكم تشوفوا استعنت بالورق الطهي، خاصه المبتدئات اللي ما يعرفوش يشكلوا العجينه الشكل دائري هكذاك باش يجوكم الحبات كامل كيف كيف. تحاولي انك تدهني سطح العمل بشويه زيت، وايضا الورق الطهي تدهني ثاني بشويه زيت باش كي تكوني تحلي في العجينه تتحل معاك بكل سهوله. وشوفوا هنايا العجينه تاعنا تفتحيها شويه في الوسط، ومن بعد تكسلي هذوك الاطراف، تحاولي انك ديريهم على الشكل تاع ورق الطهي بهذا الشكل، وتضغطي هنايا على الاطراف مليح مليح باش تجيكم رقيقه ايضا في الاطراف وما تجيش معجنه، وترفدي العجينه تاعك بكل سهوله وتجي هنا طيبيها. كيما راكم تشوفوا هنا الطاجين تاعي بعد ما سخن، اكيد لازم يكون سخون من قبل، ونرشوه بشويه زيت. راح ديري هنايا العجينه تاعك الطيب وتنحي ذاك ورق الطهي مباشره بعد ما ديري العجينه تاعك الطيب، ومجرد انك تشوفيها نشفت تقلبيها للجهه الثانيه ايضا، تشديها هنايا في الوسط بهذه الطريقه، تخلي هذوك الاطراف في الطاجين هكذاك باش نتفاداو انهم ما يجوش معجنين، يعني ما طيبش في الوسط ويبقاو هذوك الاطراف معجنين، باش كامل تلحقها من النار وتجي الخبزه تاعنا تاع الرقاق تجي طايبه. وهنايا كل ما تجي تلوحي العجينه تاعك الطيب لازم ترشي بشويه زيت وتخلي هنا العجينه تاعك الطيب. هنايا كملاحظه حبيت اني نطيب لكم بالحبه خاصه المبتدئات باش يجيكم سهل. كيما تقدروا ديروا حبه فوق حبه، كل ما تقلبي حبه تزيدي الحبه الاخرى تاع العجين وتطيبيهم فوق بعضهم 5 حبات 6 حبات كيما يسموهم المركب، او تحبي طيبيهم كيما هكا، يعني الاختيار يرجع ليك. انا فضلت اني نطيب لكم بالحبه تجيكم اسهل واسرع خاصه المبتدئات باش ما تعيكمش. وهنايا كي طيبت كامل الحبات تاعي كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش جاو الحبات كامل كيف كيف وعلى حبه، يعني يجوكم كامل بنفس الشكل. وشوفوا هنايا الطياب تاعهم كيفاش يجوا رقاق وخفاف، يجوا ما شاء الله. وهنا كم ملاحظة مهمة راني قلتها لكم في الفيديو السابق، كل ما طيبي حبة ديري حبة فوق خوتها هكذاك باش يعرقوا على بعضهم، وتغطيهم منديل وتزيدي تغطيهم بكيس بلاستيكي باش يبقاو طريين. وشوفوا هنايا الرقاق تاعنا او المركب تاعنا، شوفوا كيفاش جا يجوا رقاق ويجوا خفاف ويجوا ايضا طريين كيما راكم تلاحظوا. شوفوا هنايا كيفاش تتقطع معنا العجينة بكل سهولة وتجي طرية ما شاء الله. وهذه العجينة تقدري تخدمي بها المحاجب، الشخشوخة، المسمن، المشلوش، يعني عندها عدة استعمالات وراح تهنيك. هذه العجينة ستوندار. وأيضا كنت أعطيت لكم في الفيديو السابق تحت هذا الفيديو كيفاش تحتفظوا بالعجينة مدة أطول، وكل ما تحتاجيها راح تجبديها من المجمد وتخدمي الوصفة تاعك راح تلقيها كي الحسنة. هنايا نجو طريقة تاع تقطيع العجينة تاعنا تاع المشلوش. نجيب هنايا 4 أوراق من الرقاق تاعنا، حاولي أنك ما تكثريش، 4 أوراق 3 أوراق يكفي هكذاك باش تسهل عليك في التقطاع، ولازم يكونوا فوق بعضهم بهذا الشكل. تلويهم بهذه الطريقة، كل ما تلوي تزيري مليح مليح باش كي تكوني تقطعي فيهم بالسكين يتقطعوا معاك بكل سهولة. وتجيبي هنا السكين يكون شوية حاد وتقطعي هنايا الرقاق تاعك بهذه الطريقة.
حاولي انك ما تخشنيهمش، ديريهم حوالي 1 سنتيم او اقل. كل ما رققتيهم كل ما كان احسن. شوفوا هنايا كيف تحت معاكم تحصلنا على هذا الشرائط. انا هنايا درتهم حوالي 1 سنتيم، وانتي عينك ميزانك. وهنايا تحبي تقطعيهم بالسكين يكون شويه حاد او بالمقص، يعني اللي تساعدك تقدري ديريها. انا هنا فضلت اني نفتحهم بالسكين، وكاين وين مرات ما نضغطش على السكين، نلقى هذوك الشرائط لاصقين، نفتحهم بالاطراف تاع الاصابع عادي. وهنا كملاحظه المبتدئات، اذا شفتي الرقاق تاعك في الاطراف شويه خشين، نحي هذوك الاطراف الخشان تاع الرقاق تاعك اللي يجوا في الجوانب، وديري الرقاق تاعك فوق بعضه وروليه وقطعيه عادي. وهنايا كملاحظة أخرى أيضا، تقدري الرقاق تاعك أو المركب تاعك تقطعيه إلى شرائط بهذا الشكل، وديريه في كيس بلاستيكي تغطيه مليح مليح، وديريه في المجمد. وكل ما نفحت لك في المشلوش ولا جوك ضياف ولا عندك مناسبة، تجبديه وتفوريه ويكون واجد معاك، راح يوفر لك الوقت. هنا بعد ما كملت كامل كمية قطعتها بنفس الطريقة، نجو هنايا نفوروا المشلوش تاعنا. جبت هنايا كسكاس كنت دهنته بشوية زيت باش ما يلصقليش ايضا، والله ديري في القاعدة 2 فراشيط ولا 3. كنت جبت هنايا حفنة تاع زبيب كيما راكم تشوفوا، وراح نديه فور. هنايا بعد ما فار كيما راكم تشوفوا كيفاش يجي الطري معانا، راح نفرغوه هنايا في إناء وهو سخون كيما راكم تلاحظوا. شوفوا هنايا ما يلصق معنا ما والو، بما انه الكسكاس رانا دهناه بشويه زيت. وندير هنايا قطرات من ماء الزهر كيما راكم تشوفوا. ونجي هنايا ندير كميه من المكسرات. انا كان عندي هنايا شويه كاوكاو محمص ومرحي في الخشين، انتي اي مكسرات عندك تقدري ديريها. ونجو هنايا العقده تاعنا، جبت هنايا حوالي 2 ملاعق كبار نتاع مارغرين او زبده اللي عندك. وجبت هنايا العسل. انا هنا هذا العسل كنت موجدته من قبل، درت نصف الكميه عسل والنصف تاعها شاربات، وايضا درت لها ربع الكميه نتاع ماء الزهر. درتهم هنايا كامل في هذا العلبه تاع العسل، وراح نفرقهم هنايا على الزبده. وهنايا كقاعده للعقده تاعنا باش نسمقوا بها المشلوش تاعنا، لازم ديري فنجال تاع عسل يقابلوا فنجال تاع شربات يقابلوا ربع فنجال نتاع ماء الزهر، فنجال الا ربع نتاع زبده. يعني هنايا الزبده حاولي انك تنقصي الكميه، بما انه المركب تاعنا او الرقاق تاعنا راه فيه كميه من الزيت. هنايا راح نسقي بشويه ونخلط. حاولي انك تجيبي هنايا 2 فراشط وتخلطي بهذه الطريقه باش تتاكدي انه المشلوش تاعنا يجي مشرب حتى للقلب كيما راكم تلاحظوا بهذا الشكل. واللي وصلت معنا حتى لهنايا نقول لك ما تنسيش تعليق ولو بنقطه او بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، ونربحوا الاجر مع بعض. واللي مازال ما دارت جيم للفيديو نقول لك حبيبتي ديري جيم هكذاك باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين وتستفادوا كامل. وهنايا كيما راكم تشوفوا مره على مره كل ما نشوفوا تشرب راح نزيد هذيك الكميه نتاع العقده تاعنا. وحاولي انك تخلطي مليح مليح. كل ما تزيدي هذيك العقده ذوقيه اذا راه خاصو ورا لا. انا اكتفيت بهذا المقدار، جاني متوسط، ما هو مشرب ياسر ما هو ناشف. هنا راح نجي في صحن التقديم نحاول اني نفرقه بهذه الطريقه. وهناك ملاحظة مهمة، إذا شفتي المشلوش تاعك برد معاك شوية، والله هذاك الزبدة تاعك بدات تبرد، ديري المشلوش تاعك في صحن التقديم عادي، جيبي كسرونة ديري فيها شوية ماء وديريها على النار، خلي حتى يغلي هذاك الماء، نقصي النار تاعك ديريها متوسطة، وديري هذاك الصحن تاعك تاع المشلوش فوق هذيك الكسرونة ديريها على حمام مائي، وغطي هذاك المشلوش بكيس بلاستيكي من الفوق، وخلي عليه حتى يسخن مليح مليح. وبعد ما يسخن نحيه من الكسرونه ونحيلو الكيس بلاستيكي وزينيه وقدميه بالصحه والراحه. هنايا كيما راكم تشوفوا بعد ما فرغت المشلوش تاعي درتوه هنايا في هذا الصحن، درتوه على شكل هرمي بهذا الشكل. نتوما تقدروا ايضا تقدموه في قوالب فرديه تاع الالومنيوم اللي يقدموا فيهم ايضا الطمينه. يعني الاختيار يرجع لكم نتوما، اذا كانت عندكم مناسبه ولا راح تحضروا المشروع من احسن انكم ديروهم فرديين. هنايا كنت زينت المشلوش تاعي بشويه سكر ناعم، درت على شكل زائد، وايضا كنت جبت هنايا حبات تاع لوز ودرته ايضا بهذه الطريقه. يعني هنا التزيين اختياري، عندك لوز ولا كاوكاو ولا بيستاش ولا، يعني كل ما كثرتي المكسرات كل ما جاب بنين اكثر واكثر. انا هنايا هذا واش كان عندي، درته انا تزيين بسيط فقط، والتزيين راه اختياري، كل واحد والمقدور تاعو، كل واحد واش يحب. وهنا في الأخير كنت درت الفستق الكاذب، كنت أيضا حضرت معاكم الوصفة راهي في القناة تاعي في الوسط بهذا الشكل. وهذا هو
المشلوش تاعنا في الشكل تاعو النهائي جاء بسم الله ما شاء الله، روعة روعة روعة، وصفة من أروع ما يكون، وأنا من عشاق المشلوش، وشكون اللي كيما أنا تكتب لي في التعليقات. شوفوا هنايا عن قرب كيفاش يجي معسل ويجي خفيف، روعة روعة روعة. شوفوا هنايا راح نقرب لكم الصورة، شوفوا جاء بسم الله ما شاء الله، وصفة صح تستحق التجربة. إن شاء الله تجربوه البنات وتخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش تبارطاجوا الفيديو مع صحباتكم وحباباتكم اللي تاعهم الفائدة. وهذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم إن شاء الله يكون نال إعجابكم ونال رضاكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، وفي فيديو قادم إن شاء الله. سلام.